وش سالفة الزحمة؟ وش سبب تجمع الناس بهالمكان؟ أكبر مخابز الرياض وأخيرا فرعهم الثاني. أول ما دخلت تعطوني كيك هدية أو قهوة اليوم ضيافة. أول ما تدخلون تلقون أول ركن القهوة، جنبه فيه خطاط يكتب لكم أساميكم على الأكواب مجانا. هنا قسم الشرقي والحلويات. بعدين نجي عند أنجح وأكبر قسم عندهم، لأساسا أسعاره ما أدري كيف يكسبون منها. يعني تخيلوا تأخذون هذه الكرواسون على 5 6، لا وأنواع وأشكال، حالي مالح، حتى اللي ما أدري بكم ناخذها بالكافيهات الإيطالية لقيتها هنا ب8 ريال. أو مثلا قسم الصحي، خبز برجر فيه 17 جرام بروتين، أو حتى الصامولة 17 جرام بروتين. وهنا قسم الكيك كبير عملاق فيه كل شيء، ولدرجة إنه أنواع الكيك هذه تبدأ من 6 ريال. خذوا نبذة عن الأسعار: علبة كاملة ب17، سينابون ب6، علبة دونات ب18، بوكس خلية ب25، كيكة كنافة ب30، أم علي ب8. وهنا قسم السلطات، تاخذون سلطة محترمة ب20 ريال بس. مستوعبين انتو؟ وهنا ثلاجة الأكل النظيف الصحي، سلطات، فواكه، زهرة، باذنجان، حتى سندوتشات عندهم على 6 ريال. تاخذون سبايسي تونة ب6 ريال، السان سبستيان ب12 ريال. هنا قسم المخبوزات والمعجنات، بيتزا بريال، البريوش عندهم مرة يمدحونه، سوردو أو تركي أو فكاشة، وهالكيك المشهورة عندهم. عند أكبر مخبز بابا خباز.